شباب سيء كارثي مشتت متهالك. الشباب يحتاج بن ذكري بأسرع وقت، لأنه راح يدخل مراكز الهبوط بشكل رسمي لو تعادل أو فاز رياض بكرة. وتدري أن الشباب مشتت من عدد الكروت الحمراء اللي خذها هالموسم، 9 كروت حمراء، وحنا تونا من تصفين الموسم. والمشكلة أن أغلبها مجانية، مثل فيصل صبياني اليوم أخذ أصفر بعد ما كنترها خطأ، مع أنه كان قادر يتفادى الأصفر ويفتكها أو يضغط بدون تدخل. ومع بداية الشوط الثاني راوغ لاعب الخصم بسهولة، ومع أن الكرة ما كانت تشكل خطورة على الشباب إلا أنه تدخل على اللاعب باندفاع وقوة ما لها مبرر واخذ احمر. وعاد علي مكي حدث ولا حرج، تسبب بالهدف الاول، وقبلها بالمناسبه بمباراه الاتحاد اخطا بنفس الخطا لكن ضيعها بريجوين. عموما ما اكتفى باللي سواه، راح وانطرد. وتستغرب كيف لاعبين محترفين وما يعرفون يفتكون الكوره الا بفاول. وبشكل عام الشباب مشاكله كثيره، مثل تباعد الخطوط وسوء التنظيم بالكرات الثابته، والفرديه تطغى على الجماعيه بالشباب صراحه. وحتى رسم التشكيله فيه اخطاء، مثل تواجد حسين صبياني الظهير الايسر بالاساس كسنتر ايمن. تخيل حجم الكارثه. عموما فوز ثالث على التوالي مهم للفتح وابعد عن مراكز الهبوط. لكن انا في لاعب بالفتح لافت انتباهي من مباراة الاهلي، واللي هو نايف مسعود. محور الستة التقليدي والهادي، غير مندفع وممتاز وقوي جدا بالافتكاك والالتحامات، وجيد بالكرات الطويلة وبالقدم بشكل عام. يعني هو اللي اعطاها بندبكة بلقطة طرد علي مكي.